في البدايه ما تنساش مش عارف اقول لك ايه، تنساش اللايك للفيديو والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. يعني مش عارف هلاقيها منين ولا منين، مستني دعمكم. اول مره في التاريخ الزمالك يقبل الهدايا. الزمالك بيقبل مش هديه ولا 2، بيقبل 3 هدايا. الزمالك بيقبل هديه الاهلي بتعادله امبارح امام المحله، وبيقبل هديه خساره بيراميدز امام مودرن سبورت وبيقبل هديه تعادل المصري مع حرس الحدود. يا لا ازعق، يا لا ازعق يا جدعان. الزمالك يتصدر الدوري، يعني سبحان الله. تخيل احنا وصلنا لفين ان احنا بنقول ان الزمالك يتصدر الدوري. بس هنقول ايه؟ احنا كجمهور النادي الاهلي ولاعيبه الاهلي هم اللي عملوا في نفسهم كده. 3 مباريات تكسب منهم مباراه وتضيع 4 نقاط من مباراتين تانيين. كان زمالك 9 نقاط راكب ورا الزمالك بنقطه وفارق عنك بنقطه. تقوم انت دلوقتي مجبر ان انت تفوز على بيراميدز يوم السبت، مجبر انك تفوز على بيراميدز يوم السبت عشان تبقى 8 نقاط. الزمالك مريح الاسبوع الجاي، الزمالك مريح تقريبا. مجبر ان انت تفوز على بيراميدز يوم السبت عشان تبقى 8 نقاط ورا الزمالك وتعادل مباريات. تخيل، يعني تخيل انت وصلت لدرجه ان انت مجبر ان انت تفوز على بيراميدز عشان تقدر تقرب المسافات بينك وبين الزمالك. حتى لو الموضوع تناه كده، انت فوز والزمالك فوز، انت فوز والزمالك فوز، وانا ما بقتش متفائل بالكلام ده. تستنى الزمالك في الجوله التاسعه اللي يبقى فيها بيراميدز باي، عشان لما ربنا يكرمك وتفوز على الزمالك تركب الدوري بفرق نقطه. الزمالك اول الدوري تخيل، والمصري ومودرن سبورت وفرق كتير قوي. الفرق اللي كانت بتهبط السنه اللي فاتت هي اللي تاني الدوري وتالت الدوري ورابع الدوري، والاهلي وبيراميدز خامس وسادس وسابع الدوري. ايه ده يا عم ريبيرو؟ احنا هنبقى في الاستاد يوم السبت ان شاء الله، ان شاء الله احنا متواجدين في السبت يوم السبت. لكن بالوضع ده لا، بجد الوضع ده لا بجد صعب. يعني انا مش متخيل، هل انت متخيلين ان الزمالك هو بطل؟ يعني الزمالك هو اول الدوري؟ هل انت متخيل ان الزمالك هو متصدر الدوري الان؟ انت كزملكاوي مقتنع؟ طب بذمتك انت كزملكاوي مقتنع؟ والله انت زملكاوي ما كنت مقتنع ولا مصدق، ولا كان عندك ذره 1% ان انت تبقى ممكن تتخيل ان انت تتصدر الدوري من 3 اسبوع او رابع اسبوع. ولا 1 في المليون زملكاوي كان يتخيل انه يتصدر الدوري في رابع اسبوع ويبقى فرق الدبل سكور بينه وبين الاهلي وبيراميدز. اللي يقول لك كده قول له انت كذاب، والله انت كذاب. مش هقول لك ده اهلاوي، لا قول للزملكاوي كده، الزملكاوي نفسه والله ما يبقى مصدق. انا بالنسبه لي كاهلاوي مش مصدق. الناس كلها دلوقتي عماله تجيب فيديو لفعفروتو لما كان بيقول لماركو مراد ابو الاهلي هيدشمل اي وش فريق قبله، هيدشمل اي فريق قبله. بيرددوا الوقت الفيديوهات دي. يا عفروتو ولاد الذين خيبوا املك يا عفروتو. مدرب ما عندوش اي فكره يا عفروتو. لعيبه بتتخاذل وبتضيع فرص بالكوم يا عفروتو. ما تقوليش ان امام عاشور مقصر، لا انت عندك كتله ترسانه هجوميه قويه جدا. ما تقوليش ان امام عاشور مقصر. بيراميدز بيضيع لك فرص بالكوم ونقط بالكوم، والشيبي ينطرد امبارح وكل بيقول ان الشيبي قاصد انه ينطرد. انا قلت الكلام ده امبارح، الشيبي يتعمد الطرد. ايوه والله انا قلت الكلام ده. ملهاش حل تاني، ما يحصل لي حاجه. الزمالك اول الدوري. بس بجد شابوه فاركو بجد. ما فرقه بتلعب بالنص الشوط الثاني ناقصه لاعب وبتلعب بالاداء ده وبتهاجم وضغطت على الزمالك. اللي سيف زاهر طالع يقول لك الزمالك العالمي، الزمالك فايق واهدار فرص ومسيطر ويتمنجح ويتبنجح ويتسوح، وناصر منسي والشبكه فاضيه.
في العارضه. والمرمى امام الزمالك خالف، ويحط فوق ويحط تحت، بس ولاد المرزقه. خطا ساذج من مدافع فاركو، خطا ساذج وتافه من مدافع فاركو كلف الفاركو المباراه، كلف فاركو المباراه. بس اللي انا اقدر اقول لكم اكده ان اول مره تحصل ان الزمالك يقبل الهدايا. جمهور الزمالك زباله طاير وفرحان، حقه يفرح. جمهور ما كانش يتخيل اللي هو فيه. فوز على سيراميكا وتعادل مع المقاولين، وفوز على فاركو، وفوز على المباراه اللي فاتت على مين؟ الزمالك فاز على مين؟ على مودرن سبورت. الزمالك ما دخلش في المعمعه، ما قابلش فرق تقيله، بس بيكسب. انت قابلت مين تقيل؟ انت كاهلي قابلت مين تقيل؟ يعني عايز انت كاهلي قابلت مين تقيل؟ اول مباراه مودرن سبورت، تالت الدوري. اللي كان بيصارع على الهبوط، مش بيصارع، ده كان هبط، مش بيصارع، كان هبط. وقابلت تاني مباراه فاركو اللي انت واخدها في اخر ماتش في الدوري 6، وتالت ماتش قابلت المحله. انت ما قابلتش حد تقايل، لسه بدايه التقايل، دخلت ليفل الوحش مع بيراميدز الماتش الجاي. فانت كاهلي انت ايه برضه؟ هم ما قابلوش تقيل غير سيراميكا، انت ما قابلتش حد، هتقابل لسه بيراميدز، ومش مطالب غير بالفوز، ومش بالفوز باكتساح بيراميدز عشان تبدا بقى تنط من على كتفه وتطلع على ظهر الزمالك فوق. تخيل يعني احنا وصلنا لمرحله ان احنا مطالبون ان احنا ندعك بيراميدز عشان نطلع نشب في ظهر تيشيرت الزمالك ونحاول نحصله في المباراه. يا خبر ازعق. هل اللعيبه واعيه لده؟ الجمهور في استاد السلام السبت الجاي ان شاء الله احنا هنبقى متواجدين ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله هنبقى متواجدين في استاد السلام السبت، هيبقى متواجدين معاكم فيديوهات مميزه ان شاء الله من داخل الاستاد وبره الاستاد وجوه الاستاد، وان شاء الله يبقى يعني يوم مفرح. ما نروحش زعلانين، ما نروحش متنكد علينا زي الجمهور اللي زحف للمحله للغربيه في عز النهار وفي عز الحر. نتمنى ان اللعيبه يكون عندها دم شويه، نتمنى المدرب ده يهز دماغه شويه ويفكر شويه، نتمنى ان مجلس الاداره كده يتحرك عشان الجمهور اللي بيحصل فيه. بيقولوا انه في مشاكل بتحصل مع الجمهور، ان الاعلام ما بتخشش، ادوات التشجيع ما بتخشش. بيقولوا ما كانش في ادوات تشجيع نهائي في مباراه المحله. احنا شايفين النهارده في مباراه الزمالك الثالثه يمين مكتسحه وبها ادوات تشجيع تكفي بلاد، فيها ادوات تشجيع تكفي بلاد. هل الكابتن الخطيب واعي؟ هل مجلس الاداره شايف ولا ما انتوا شايفين؟ هل انتوا شايفين ولا مش شايفين؟ هل الجمهور الاهلي هياخد فرصته في مباراه بيراميدز ولا هيتكتف زي كل المباريات؟ هل لجنه الحكام او لجنه الانضباط هتعاقب جمهور الزمالك اللي قاعد يشتم النهارده؟ الزمالك بيقبل الهدايا، اول مره الزمالك يقبل الهدايا وفاز على فاركو 1-0، حتى لو اسلوب واداء رديء، فاز على فاركو وركب الدوري. الزمالك للاسف ركب الدوري. تنساش اللايك للفيديو والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. كنت شاكر ليكم. سلام عليكم.